السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا غادي نهضر على واحد الفئة ناضو كيدافعوا على سعد المجرد ملي تشبر في الحبس. ملي تشبر في الحبس ناض واحد الفئة كبيرة بداو كيدافعوا عليه، اللهم هذا منكر، السنين بزاف، الظلم كذا. واش عرفتوا المرضي ديالي انا كنتش كتدخل مع دخلكم؟ واش عرفتوا نتوما دابا ملي كتدافعوا على واحد الانسان مضل اللي كيضل الناس، اخر كيضل الامه، باش كيدافع على سعد المجرد؟ كتدافع على سعد المجرد، كتدافع على الغنى، كتدافع على الفسق، كتدافع على المنكر. تفهمنا ولا لا؟ ملي كتدافع على سعد المجرد كتدافع على المنكر. وهاد سعد المجرد باش كينفعك؟ سعد المجرد هو مغني كيغني، يعني كيساهم في الرذيله، كيساهم في الفسق، كيساهم في الضلال، كيساهم في الانحراف. الغنى شنو هو؟ واش الغنى هو العلم؟ واش الغنى هو دراسه؟ واش الغنى شنو هذا الغنى؟ باش كيفيدنا هذا الغنى في المجتمع ديالنا؟ باش كيفيدنا هذا الغنى في الحياه ديالنا؟ ملي انت غتجي تدافع على المغني وتسمي انت الفن وما عرفتش مني، هذا العفن ماشي الفن، هذا العفن. واحد كيدعي للرذيله والانحطاط الاخلاقي والفساد، كيدعي كل شيء في الاغاني ديالو وداكشي، والانحلال، وما كاين لا اخلاق لا تربيه لا حتى حاجه، وتجي انت في الاخر كتدافع عليه بلا حشمه بلا حياء بلا حتى حاجه. يعني هذاك بحكم انه مغربي بحالنا الشريف المرضيه. اسمعني نقول لك، ما تمشيش مع الموجه، كون عندك ثوابت، كون عندك ثوابت في حياتك، عندك مبادئ في حياتك، عندك دين وضوابط كيحكمك. ماشي صافي ما شفتي الناس كيدافعوا عليه صافي انت تمشي مع الموجه. اسمعني مزيان، اذا دافعت عليه هذاك يعني انك كتدافع على الضلال، كيعني انك كتدافع على الفسق، كيعني انك كتدافع على المنكر. واش واحد السيد زنا واحد السيده وفي واحد الدوله اللي كتقم العدل، يعني صافي اقتصوا منه العدل، انت عملتي واحد الخطا، ارتكبتي واحد الخطا مع واحد الانسانه، راسك مشات معك بخطره ولا ماشي بخطره ماشي شغلنا، المهم انت وقعتي في واحد الزينه وخدتي النصيب العداله ديالك. في الاخر يعني تقول منكر كذا، يجوا الناس يقولوا منكر، اللهم ان هذا منكر بزاف عليه 6 سنين الظلم. شمن ظلم؟ خلينا دابا ماش مسلم ماشي مسلم، خلينا ماشي حاجه بحال هذه، عادله ماشي عادله، شمن ظلم؟ انتينا في المغرب اذا كنت عملتي هذا المنظر هذا كنت غتخرج براءه. علاش؟ لان عندك الدرهم، عندك فلوس، فهمتيني؟ العاقه هي اللي كتحكم. ولكن ملي جيتي في فرنسا ما كيعرفوا لا عاقه ولا باك صاحبي ولا حتى حاجه، عندهم العداله من الاخر. حكموا عليك 6 سنين ديال الحبس، ماشي اغتصبتي فلانه كذا، اجي لهنا، اجي نال النصيب ديالك من العداله. ولكني انا ضد واحد الطائفه كذا بزاف، اللهم ان هذا منكر كذا، والمنكر هو انتم اللي كتدافعوا عليه، هذا هو المنكر. والله الا هذا منكر ما كتدافعوا على واحد الانسان مضل فاسق، ما كيدعي الانحلال الاخلاقي ويدعي هذه. راكم انتم اللي مضلين صراحه، انتم اللي مضلين، يعني كتدافعوا على الباطل. دابا انتم كتدافعوا على الباطل، ما كتدافعوش على الحق. شحال من علماء مشدودين في الحبس، عمره دار عليهم شي واحد؟ عمر خرجتوا عملتوا هاشتاغ عليهم قلتوا اللهم ان هذا منكر، علماء كيفيدونا في الدين كيوريونا الطريق، دافعتوا عليهم شي نهار؟ ولا شي واحد حرك ساكينه، ضرب الطم وسكت. ملي دخل واحد المغني للحبس، غير مغني، ما هو والو، مغني لا شيء بالعربيه تعرف، لا شيء. مغني هو فقط مضل، يضل الناس، يغير الحقيقه. فهمتيني ولا لا؟ هذه رساله قصيره عندك الناس اللي كيدافعوا على المغنيين وعلى الاغاني بصفه عامه، والناس اللي ضد العداله. هذه عداله في حق ذاتها، ملي حكموا عليه 6 سنين هذه عداله، ما كاين لا كنتم ولا كنا. تفهمنا؟ السلام عليكم.